اهلا بالكلاسيكو، اهلا بالكلاسيكو. غريمي اليوم الفوز طرق ودق خشوم. اليوم ريال مدريد حيكسح برشلونه، اليوم حيتم الدعس على برشلونه من قبل ريال مدريد كالعاده يا ساتر، اليوم حيتم الدعس على صغير كتالونيا في عقر داره وسط جماهير. يا غريمي كيف ما سمعت، حيتم الدعس عليك في ارضك في الكامب نو. حتى لو عندنا تخبطات، حتى لو مروا بازمات، حتى لو مش في افضل الاحوال، لكن نادي برشلونه حيقعد لعبه. من وين جايبها الثقه هذه كلها؟ بنقول لك ريال مدريد ما عمرش برشلونه حسم على اداره الدوري ولا عمرها تصير في التاريخ. اعتقد انها مباراه تحصيل حاصل، فثق وتاكد انك انت غلطان. ريال مدريد عنده ثار ولازم الثار يسترد. رغم غيابات ريال مدريد هذين كلن من ضمنهن كيليان مبابي، الى ان ريال مدريد اليوم حيكون مؤدي مباراه خرافيه. ذلك الرقم التاريخي يابا مش حتعاد يا برشلوني، لان حيقعد ريال مدريد هو سيد الكلاسيكو. رسميا وحسب الاخبار يقول ان وفاه والد مدرب برشلونه فليك، يعني في احتمال كبير ان فليك اليوم مش حيكون متواجد مع نادي برشلونه. العاده يا مدريديه، لو فزنا فنحن سياد الكلاسيكو، ولو خسرنا نحن عندنا 36 ليغا اللي يبي يجي ياخذ منا. اليوم فوز ولا شيء غير الفوز لنادي ريال مدريد. قاتل مباراه اليوم حتكون 3-1 لنادي ريال مدريد من وسط سبوتيفاي كاب نو. المباراه حتكون الساعه 9 بتوقيت ليبيا. بتعليق علي سعيد الكعبي. عزيزي المتابع وعزيزي المشاهد، اكتب لي رايك في التعليقات، كم حتكون النتيجه ولصالح. اتمنى من جماهير الغريم تتقبل الهياط بعد المباراه، لان اليوم حتكون خساره قاسيه على نادي برشلونه. نتقابلوا باذن الله بعد المباراه في لايف. ديما طيبين.